هاد البخور هذا الا طلقتيه دابا في رمضان ما غيخرج رمضان حتى ان شاء الله بالاذن ديال الله تكون تفكيتي من العين وقطعتي التابعه اللي تابعك في الحياه ديالك واللي مخربقه عليك الحياه ومعطله عليك بزاف ديال الحوايج. هذا الا كانت عندك شي غمه على الصدر اولا الكتاف ديالك طايحين عليك كيريحك كيطرد الطاقه السلبيه من عندك من الدار. السلام عليكم. الوصفه ديال العين والحسد والتابعه البخور عندك ديروه في نهار رمضان. هذا الا درتيه في نهار رمضان راه كيفطر بزاف ديال الناس العام كامل والحياه ديالهم مخربقه عليهم، وهاد الوقيته هذه د رمضان كيتاثروا وكيتزاد عليهم الحال. وحطيت لكم وصفه كيفاش ديروا تعرفوا واش عندكم عين او حسد او لا تابعه دابا في رمضان. بزاف ديال الناس تواصلوا معاي بحال هاد التعليق: خويا ولد الغزال الوصفه ديال البخور واش نديرها في نهار رمضان او لا فوقاش ومعاياش؟ هذا السؤال من بين بزاف ديال الاسئله بغيت نقول لك بعدا ونقول لاي واحد كيشوف هذا الفيديو دابا في رمضان. والله شاهد على ما اقول، العين والحسد كتبقى كتراكم عندك في الجسد كيولي عندك مشكل ديال تابع. التابعه ديال البشر هي ديك العين المتراكمه والحسد القوي ديال الناس اللي كيشوفوا ولادك لابسين مزيان اولا كيقراو مزيان وكيبقاو كيهضروا عليهم مع العائلات ديالهم ما كيقولوش تبارك الله ما شاء الله. كتجيهم الغيره كيجيهم الحسد كيقوصوا عليك كما كنقولوا كيعطيوها لك بالعين ما كيقولوش تبارك الله ما شاء الله. كيشوفوا شو كيقولوا شو فلان شو فلانه حاضين لك دارك حوايجك شنو كدير فين كتمشي. بزاف ديال الناس حاضينك في حياتك وانت ما سايقش ليهم الخبار، وبزاف ديال الناس مرادين به الكساف ديالهم تقالين عليهم ملي كيفيقوا من النعاس كيبغيو يوليو ينعسوا. بزاف ديال الناس عندهم الوراق معكسين عليهم، شي ورقه اللي هي سهله وبسيطه معكسه. شحال من واحد باغي يبيع دار او لا ارض معكسه عليه. شحال من واحد كيعينوه وكيحسدوه هو ومرته حيت متفاهمين. بزاف ديال الناس بقوه العين والحسد ما بقاش كيحمل الزوجه ديالو او لا هي ما بقاتش كتحمله ولات كتجي العين في العين كيوقع صراع ودباز بيناتهم على ابسط الاشياء. وهذه من علامات ديال الحسد. كاين حتى السحر ديال التفريق. حنا دابا كنهضروا على العين وعلى الحسد. هاد البخور هذا الا طلقتيه دابا في رمضان ما غيخرج رمضان حتى ان شاء الله بالاذن ديال الله تكون تفكيتي من العين وقطعتي التابعه اللي تابعك في الحياه ديالك واللي مخربقه عليك الحياه ومعطله عليك بزاف ديال الحوايج. وانت كتقول انا مالي علاش واقع لي هكا، وانت ما عارفش باللي العين والحسد راه هما اللي يقدروا يكونوا سببك في هذا الشيء هذا. باش ما نطولش عليك وتكون الامور سهله وبسيطه، عندنا هنا السانوج والفيجل اوراق السدر. هذا بخور طبيعي كيقطع التابعه كيحيد لك العين والحسد من على دارك من على ولادك من على حياتك باش بالاذن ديال الله تيسر لك الامور. هذا بخور ما فيه لا شرك لا حتى شي حاجه. سولوا على الفيجل، سولوا على السانوج، سولوا على الحبه السوداء، سولوا على هاد البخور هادو وعاد تستعملهم ما كاينش مشكل. اعشاب طيبه مباركه دابا في رمضان عندك تطلقهم في النهار ديال رمضان. هذا في الايام العاديه كنطلقوه من وراء العصر، اما دابا في رمضان كنطلقوه من بعد نهايه الصلاه ديال التراويح. كنطلقوه 7 ايام متتاليه كل نهار. هذا الا كانت عندك شي غمه على الصدر او لا شي ورقه معكسه عليك او لا الكتاف ديالك طايحين عليك، هذا ان شاء الله بالاذن ديال الله كيريحك كيطرد الطاقه السلبيه من عندك من الدار وكيقطع كما قلت لك التابعه وكيحيد لك العين والحسد. حاولوا توصلوها للناس. هذا الشيء ماشي اول مره غنهضر عليه، هذا الشيء دائما وانا كنهضر عليه والناس داروه وشفتوا التعاليق ديالهم وكتشوفوا التعاليق ديالهم مازال لحد الان كيقولوا لي اود الغزال الله يرحم لك الوالدين على هاد الوصفات اللي كنعطيك بحكم التجربه الشخصيه. كنعطيك شي حاجه اللي هي ملموسه غديرها وغترحم لي الوالدين. السلام عليكم.